ليس لدي شك أن ميسي جعلني لاعبا أفضل والعكس صحيح، ففوزي بالألقاب يدفع للتطور والأمر نفسه بالنسبة لي. جملة قالها كريستيانو رونالدو في أحد اللقاءات الصحفية مع التلفزيون البرتغالي كان بيلخص فيه علاقته الكروية مع ميسي. العالم السنة دي مميز وفريد من نوعه، مش عشان لأول مرة هيتنظم في دولة عربية، لا ده علشان هتكون الفرصة الأخيرة لميسي وكريستيانو رونالدو إن هما ينهوا مسيرتهم بالبطولة الوحيدة اللي ناقصاهم، بطولة كأس العالم. المنافسة الحقيقية ابتدت ما بين ميسي وكريستيانو رونالدو في الموسم 2004-2005 لأول مرة ميسي يشارك فيها مع الفريق الأول لبرشلونة، وفي نفس الوقت كان الموسم الثاني لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد. عمر ميسي وقتها كان 16 سنة وعمر رونالدو كان 18 سنة. وفي موسم 2006-2007 ميسي سجل هدف خيالي في نصف نهائي كاس اسبانيا، وكانت برشلونه بتلعب قدام خينا. الجون ده اتسجل عن طريق ان ميسي رقص 4 لعيبه بما فيهم حارس المرمى، وكمان قطع 60 ياردة في 10 ثواني بس. بعدها العالم كله بدأ يشبه الهدف ده بهدف مارادونا قدام انجلترا في كاس عالم 86. المقارنة الغريبة ان الاثنين بيلعبوا برجلهم الشمال، والاثنين من الارجنتين، والاثنين لعبوا في برشلونة. عشان كده العالم كله كان حاسس ان مارادونا رجع الملاعب تاني، وانهم قدام لاعب مش عادي ممكن في يوم يبقى احسن لاعب في التاريخ. وفي الموسم اللي بعده رونالدو يقرر يخطف الأضواء من ميسي ويسجل في الموسم ده 42 هدف مقابل 16 هدف بس لميسي. وكمان رونالدو فاز بكأس دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد، وفاز كمان بهداف البطولة. وعشان يصعب الأمور على ميسي فاز كمان بالدوري الإنجليزي ويكون كمان هداف البطولة. موسم خرافي بمعنى الكلمة من رونالدو. والمنافسة القوية بين ميسي وكريستيانو رونالدو ما تجيش حاجة جنب اللي هيحصل بعد كده. رونالدو لريال مدريد بصفقة قيمتها 94 مليون يورو، وبالتالي يكون رونالدو وقتها أعلى لاعب في التاريخ. مش يسكت أبدا، ميسي يقرر إن هو يثبت نفسه على الأرض ويفوز بجائزة البالون دور 3 مرات، ويفوز كمان مرة علشان يكون أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة البالون دور 4 مرات ورا بعض من 2009 ل 2013. سنة 2012 ميسي سجل 91 هدف عشان يكون تاني أكبر لاعب في التاريخ سجل أهداف في سنة واحدة بس. وبرغم كل ده العلاقة بين ميسي وكريستيانو رونالدو ما كانتش متوقفة عن نفسه، بل كان ما بينهم احترام وصداقة ومودة كبيرة جدا في الماتشات. وقت ما ميسي كان بيستلم جائزة البالون دور في 2015 وقف على الستيج وقال كالآتي: إنها لحظة خاصة بالنسبة لي، فأنا الآن أستلم جائزة البالون دور في 2015 بعد أن كنت بين المشاهدين وأرى كريستيانو رونالدو يستلم البالون دور العامين الماضيين، وأنا الآن أستلمها اليوم. وده يأكد لك إن في مودة وصداقة ما بين كريستيانو وميسي، مش مجرد منافسة، كل واحد فيهم كان السبب في تألق التاني. يعني من غير رونالدو ما كانش هيبقى فيه ميسي، ولو مفيش ميسي يبقى مش هيبقى فيه رونالدو. وإثبات على كده إن رونالدو حقق إنجاز تاريخي في 2016 في بطولة اليورو، وبكده تكون أول مرة البرتغال تفوز ببطولة اليورو. وفي نفس السنة ريال مدريد تفوز بدوري أبطال أوروبا، وكريستيانو رونالدو كان هداف البطولة عشان سجل 16 هدف في الموسم ده، وفاز بجائزة البالون دور. وكمان فاز مرة تانية بالبالون دور في 2017 بعد ما حقق دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للمرة التانية على التوالي. في نفس السنة خرج ميسي في لقاء صحفي واتكلم عن كريستيانو رونالدو، قال إنه بيتمتع بجودة وخبرة عاليين جدا، فعلشان كده هو من أكفأ اللاعبين في التاريخ على مستوى العالم. سنة 2018 يقرر كريستيانو رونالدو إنه يرحل عن ريال مدريد بعد ما حقق معاهم دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وكمان يقرر إنه يخش النادي يوفنتوس. خروجه من ريال مدريد خلى الكلاسيكو مبقاش زي الأول، ومبقاش منافسة بين كريستيانو وميسي قد كده، حتى التنافس على الجوائز بقى معدوم وكل حاجة اتغيرت حرفيا. وسيطرة الثنائي على جائزة البالون دور لمدة 10 سنين متتالية انتهت رسميا. اللي فاز بالجائزة في سنة 2018 لا ميسي ولا كريستيانو رونالدو، اللي فاز بيها هو لوكا مودريتش. ومع كل الانجازات والمسيرة العظيمة ديت كلها، في حاجة واحدة بس هم فشلوا فيها هما الاتنين، ألا وهي بطولة كأس العالم.
والمرة دي في مونديال قطر 2022 نقدر نقول هي الفرصة الأخيرة أو الرأسة الأخيرة لميسي وكريستيانو رونالدو، والعالم كله نفسه يشوف النهائي ما بين البرتغال والأرجنتين عشان في النهاية واحد فيهم يفوز بجائزة كأس العالم. وده ممكن يحصل لو كل فريق منهم كان في المركز الأول في مرحلة المجموعات أو المركز الثاني أيهما أقرب، وبكده نقدر نشوفهم هما الاتنين هما بيواجهوا بعض. ومن هنا ميسي وكريستيانو رونالدو يدولنا درس مهم جدا في الحياة، ألا وهو إن مفيش نجاح في الحياة غير من المنافس حقيقي. النهاية بقى تفتكر ميسي وكريستيانو رونالدو ممكن يقابلوا بعض في النهاية؟ ولو فرضوا قابلوا بعض مين ممكن يكسب فيهم؟ نستنى رأيك في الكومنتس تحت. بس كده انا هنا هكون خلصت. ما تنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد القناه ان شاء الله. وان انت بتشجع مين في المونديال، وهل الفريق اللي انت بتشجعه ده خرج ولا لسه موجود، وتوقعاتك ايه للنهائي، مين اللي هيكسب في الاخر بجائزه كاس العالم قطر 2022. كان معاكم عبد الرحمن احمد جمال، وده برنامج في الخمسينة. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.